كيف تصلي بقوة وسلطان؟ من كتاب التواصل الخارق للطبيعة للكاتبة ريتشل هيكسون. كيف نصلي؟ الكاتبة بتقول إن المفروض يكون من أولوياتنا إننا نعرف إيه اللي الله عاوزه وإزاي تتحقق الرغبة دي جوانا. إننا نصلي ونقول يا رب يسوع علمني إزاي أصلي وخليني أحب الصلاة. هيكسون بتقول إن في مؤشرات مهمة هتساعدنا نبني أساس ثابت لحياة صلاة فعالة ومشبعة لله، وحطت قدامنا علامات تساعدنا نكون مصليين وطالبين. أولاً، الصلاة الخارقة للطبيعة تحتاج لعلاقة حميمية مع الله. الصلاة هي علاقة مش مجرد حاجة عاوزين نخلصها وخلاص علشان عندنا حاجات تانية نعملها. لأ، الصلاة حاجة مهمة جداً، أهم من كل مشاغل الحياة. المشكلة اللي بتقابل كتير مننا إننا بنقول مش عارفين نصلي إزاي، وإيه الحاجات اللي نطلبها، وإزاي يكون وقت الصلاة جميل ومنعش مش ممل. الرب عارف ضعفنا وعارف إن في حاجات كتير في عقلنا متلخبطة، عشان كده ادانا الروح القدس اللي بيشتاق يجي بينا ويعلمنا إزاي نصلي. يعني الصلاة معناها إني واقف جنب ربنا، كتفي بيلمس كتفه. الرب ادانا الروح القدس علشان يساعدنا ويكمل صلاتنا لما تكون ناقصة. ثانياً، الصلاة البسيطة تنجح. محتاجين نكون عندنا ثقة كبيرة في ربنا وإن صلواتنا البسيطة بتنجح. مجرد صرخة بسيطة يا رب ساعدني، الرب على طول بيمد إيده وبيساعدنا. لما نركز على نفسنا بنتعب، لكن لما نركز على الله وقدرته بننجح. لازم نؤمن إن ربنا بيسمعنا حتى لو طلبتنا بسيطة. ثالثاً، الصلوات المخلصة بتلمس قلب الله. مش محتاجين نصلي صلوات طويلة ومعقدة. ممكن نصلي على حاجات بسيطة زي انتظار الأتوبيس أو لما أطفالنا يرجعوا من المدرسة. خلي صلواتنا عفوية وطالعة من القلب، تلمس قلب ربنا أكتر من إن هي تكون مجرد كلمات. رابعاً، الصلاة المحددة تنجح. لما تكون صلواتنا ليها هدف واحد وواضح بيكون أفضل. ممكن نحدد هدف شهري للصلاة ونقول لربنا إحنا عاوزين إيه اللي يتحقق في الشهر ده، وفي الشهر اللي بعده يكون لينا هدف جديد. بالطريقة دي نقدر نتعلم يكون لينا أهداف واضحة مرتبطة باحتياجاتنا. خامساً، لازم يكون عندنا شفقة ومحاربة في الصلاة. الله عنده غضب وشفقة في نفس الوقت. لازم نكون زي الأسد في وجه العدو وزي الحمل في الشفقة على الضيعين والمحتاجين. لازم نكون أسود قدام الشيطان وحملان قدام الناس اللي محتاجين رحمة. سادساً، لازم نتوقع الفرح والإشباع. نتوقع إننا نستمتع بوقت الصلاة. المكافأة بتاعت الصلاة هي الفرح. لما نقضي وقت أكتر في الصلاة، الرب هياخدنا في رحلة على جبل عالي وهيورينا إنه بيستمتع بوجودنا معاه. رغم إن الصلاة ممكن تكون عمل شاق في البداية، لكن التدريب والتضحية في الصلاة هيكونوا زي محرقة على المذبح والله هيقبلها. الكاتبة بتتوقع لينا موسم جديد من الفرح في بيت الصلاة، والله هيمنحنا استمتاع بوقتنا معاه. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تشتريه وتقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.